عليكم، كيف حالكم حبايب قلبي؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ بتمنى تكونوا بخير. طبعا رجعنا لكم من بعد المنخفض، الحمد لله بخير رغم اللي صار فينا، ولكن الحمد لله على كل شيء، الله سهلها معانا. حبيت اليوم أورجيكم الطرد اللي استلمناه. هو مو طرد، بس إشي أول مرة نشوفه، يعني إشي غريب. شوفوا يا جماعة اللي استلمناه. أول شي رح أشيل عملنا امبارح حلا مبروشة، طبعا فاضية خلصناها فطرنا فيها. وهي الإشي الغريب، انتوا لما تشوفوه هيك شو بتفكروا؟ اكتبولي في التعليقات، رح أقولكم المفاجأة، الصدمة. انتوا لما تشوفوه في التعليقات شو بتفكروا؟ طبعا يا جماعة تفاجأنا لما عرفنا شو هذا الاشي. شوفوا فيها هيك بتفتحوا منها. شوفوا يا جماعة في عنا زي عاملة زي حوض هان. تعالي يا سلوى هان. شوفوا في عنا هان زي بربيش مية. طبعا اكيد عرفتوا من بربيش المية ايش هاي مغسلة. في عنا براغي، اشياء نركب فيها المغسلة. في كمان موجود قفل. ايوه بس كيف بدنا نعرف الباسورد؟ مكتوب رقم الباسورد هان، بس مش عارف شو دخل القفل في المغسلة. في عنا كمان هان صابون لليدين. طبعا هذا نوع اسرائيلي، مش فاهم ولا اشي مكتوب هان لانه كله اسرائيلي. المهم ليس للاكل والشرب. وفي عنا كمان هذا الصابون، نفس الرائحة، رائحة الربيع المنعشة، بس مختلف انه هذا نظام كبس. وكمان عنا كمان طبعا مسرب، الصابون مسرب. ايش في عنا كمان؟ مش عارف لشو هاي، انا مش عارف لشو هاي بالتفصيل وكيف صارت مغسلة، بس المهم انها مغسلة. المهم إلها مغسلة. وشوفوا يا جماعة في هنا أرضية بلاطة. في عنا كمان هذا المكان على ما أعتقد بنحط فيه الصابون. طبعا هي المغسلة، وهاي على ما أعتقد الحوض، بس حوض هيك مسطح. وفي هان يا جماعة مراية، وكمان هذا مرسوم على ايد وفوقها قطرات مية. اذا هذا بينزل المي من هذا الحوض، لانه هي في الحوض في هان اشي بتنزل المي، بس مش مفهوم فكرته. بس على ما اعتقد هذا المكان بنحط فيه المي، وهان بنحط فيه الصابون. لانه يا جماعه شوفوا تحت بنحط فيه الصابون، في هنا اشي فقاعات صابون. وهي المغسله. طبعا يا جماعه هي ما بتنفعنا للسوبر ماركتات زي هيك اشياء، بس ربما تنفعنا. كمان يا جماعة في من الناحية هاي ومن الناحية الثانية نفس النظام، في مراية هان ومراية هان. فالحلو فيها انه في مراية. شوفوا طبعا المراية الثانية فتحناها، اما هاي لسه في لها غلاف بنفتحها منها. اذا عجبتكم المغسلة اختراع كتير حلو، بس لما نجربها رح نقولكم كيف هي، يعني منيحة ولا لا. وفي اجا معاها مواسير. الله يوفق سلوى في حياتها، ساعدتني كتير. طبعا ضبت الكبيتهم انا وبعثرتهم، وكمان جابت لي المواسير. طبعا هدول المواسير للمغسلة، يعني بنركبهم من تحت في اماكن بنركب فيها المواسير، وبعدين بتصير مغسلة. طيب احنا لسه ما جربناها وما ركبناها، بس نركبها رح نورجيكم واحنا بنركب فيها وكيف بنستعملها وطريقة استعمالها. وإذا عجبتكم لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة حتى ننزل لكم أيامنا وحياتنا اليومية باستمرار.